السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله فيديو، يعني بصراحة هو فيديو هيشجعني قبل ما يشجعكم. ان احنا ان شاء الله هنبدأ ازاي في تحضيرات لبس العيد، وازاي تبدأي وتبدأي بايه وتجيبي ايه وما تجيبيش ايه. علشان ان شاء الله يعني تبدأ الموسم بإذن الله بطريقة كويسة. الأسئلة دي ناس كتير سألتني عليها، هجاوب النهاردة على معظم أسئلتكم. وإن شاء الله يكون فيديو كده زي كده فيديو بداية ليكي تبدأي ازاي، وإن شاء الله ربنا يصلح الحال. أول حاجة، لو انت عندك بنوتة او وانتي واختك وبنت اختك يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان انت الدايره المحيطه بيكي تبداي بالدايره المحيطه بيكي. طبعا اكيد مثلا عندك بنوتك او تبداي لها مثلا بفستان ينفع لتاني يوم العيد. طب ليه تاني يوم العيد؟ علشان ما تكلفيش في القماش قوي وفي الخامات قوي. اعملي حاجة سيمبل، حاجة بسيطة كبداية، وابدأي اعرضيها على الجيران. الفستان ده تكلفته كذا، لو عايزة اعملك الفستان البلوزة دي تكلفتها كذا. مثلا اعملي بلوزة لاختك او بلوزة لبنت اختك او بلوزة لاي حد قريب منك، وابدأي اعرضي الحاجة. لما الزبون بيشوف الحاجة قدامه غير لما بتقولي انا هعمل او هنعمل او احجزوا وانا اعمل لكم. لما بيلمسوا الحاجة في ايديهم بيتشجعوا اكتر ان هم ياخدوها، ويعني بيكون عندهم حماس اكتر لان هم ياخدوا الحاجة. يعني مثلا انا عندي بنتي اروى، ربنا يحفظها ويبارك فيها. بدات عملت لها فساتين وعرضتها عندي في المشغل. كل يعني عايزه اقول لك ان انا كل ما اعمل فستان، مثلا اعمل لها فستان وخلاص ده بتاع اروى، في حد بيجي يقيسه يطلع مظبوط عليها بتشتريه، بقوم جايبه قماش وبعمل في نفس الفستان تاني. الفستان التاني طلع، عملت الفستان التالت، لسه هو الفستان التالت موجود. لكن الفكرة في ان انت بتبدأي تتشجعي ان الحاجة بتطلع منك، ان الحاجة فيه رجل عليها. اللي خدت جابت لي زبون قالت له جايباه من عند فلانة، روحي هتعمل لك زيه. بتيجي بتبدأ ان هي لما شافت الخامة، لما شافت التقفيل، لما شافت كل الحاجة ولمستها بايدها، بتبدأ ان هي تتشجع. طيب ابدأ اجيب ايه؟ انت اكيد انت محتاجة سدال، داخل علينا رمضان، كل سنة وانت طيبة. هاتي قماش واعملي سدال ليكي واعرضيه. لو طلع ارجعي اعملي واحد ليكي تاني، ما طلعش يبقى هو ده ليكي، انتي ما خسرتيش حاجة في القماش، بما انك انتي كده كده هتستفادي بيه. محتاجة برضو درس خروج، عباية بيتي على العيد، كل سنة وانت طيبة. شوفي انت محتاجة ايه في احتياجاتك واعمليه، وما تخافيش، ان شاء الله هيطلع وان شاء الله هيتباع، وهتعملي غيره واحد واتنين وتلاتة. دي كبداية. يعني انتي كبداية هتقولي لي برضو ابدأ ازاي. انا بقول لك اهو، يعني انا اللي بقص قدامكم ده بناطيل ليجن. انا جبت حوالي كيلو ونص بنطلون من القماشة بتاعت البنطلون الليجن، وبدأت ان انا قصيتها بناطيل اللي هو ايه من مقاس اروى وطالع. يعني انا كمان حاطه في حساباتي ان ممكن البناطيل ما تتباعش، فاللي هو اروى مثلا هتفضل البناطيل دي لكذا مرحله من مراحل اروى. فاللي هو انتي اعملي وتوكلي على الله وما تخافيش، ان شاء الله الحاجه هتطلع والحاجه هتتباع. ادي البناطيل الليجن. طب خلاص انا عملت مرحله البنطلون الليجن، عملت كذا بنطلون وعرضتهم. في بناطيل هتتباع معاكي وهتطلع، واللي هيطلع وطلع تقفيله كويس هيتطلب عليه، والناس بتبدأ معاكي كده. لكن انا عايزاكي تكوني في الاول عامله الحاجه ليكي لبنتك لاختك، بحيث ان الحاجه لو ما طلعتش انت ما تخسريش قماشها، ما تحبطيش، ما تقوليش انا عملت الحاجه وما طلعتش، ما عملت الحاجه وما اتباعتش. لا، اعملي الحاجه بتاعتك ليكي. والله جالها زبون وجالها رزقها، توكلي على الله وطلعيها وبيعيها، مفيش مشكلة. ما جاش تبقى دي حاجتك، مفيش مشكلة، طلعيها واعملي غيرها. يعني مش هتطلعيها وخلاص، طلعيها واعملي غيرها. وبعدين ان شاء الله هي هتبدأ معاكي كده بقى، هتبدأ تفتح معاكي كده.
هتبدأ بقى ايه، قطعة هنا قطعة هنا وقطعة. وممكن لما تلبسها، طب انت جايبة ده منين؟ الله ده جميل، انا جايباه من عند فلانة. هتبدأي بقى تتعرفي كده، هتبدأي تتشهري كده ان شاء الله. خصوصا ان انت بإذن الله داخلة على موسم. جمعي كده على حسب المبلغ اللي معاكي، شوفي انت معاكي سيولة قد ايه. حتى لو معاكي 500 جنيه، يعني مش لازم يكون معاكي مبلغ كبير. انزلي هاتي قماش اسدال، وهاتي قماش مثلا بنطلون او بنطلونين. هاتي قماش بلوزة على البناطيل دي. هاتي قماش فستان، حاجة سيمبل كده وبسيطة وتكون شيك وتنفع للعيد. ابدأي استعيني بالله، خدي مقاسات بنتك. طبعا احنا لو بنوتك او بنتك عندها 6 سنين، اكيد في كتير جدا عنده 6 سنين. بتاخدي المقاسات، بترفعي المقاسات على البنت، بتاخدي المقاسات، بتعملي فستان كويس. اشتغلي فيه بتأني، اشتغلي فيه بالراحة جدا، ما تستعجليش. طلعي شغل حلو وهيتباع ان شاء الله، هيتباع. مفيش حاجة بتكون كويسة واكيد كويسة والحمد لله طالعة تمام ومفيش حد بيختلف عليها. فانتي توكلي على الله. ابدأي اعملي زي ما بقولك اسدال ليكي، كده كده داخل علينا رمضان وهتصلي وهتحتاجي كده كده الاسدال. اعملي عباية سمراء لو انت بتخرجي باسمر، شوفي انت بتخرجي بايه. بس حاولي تشوفي الحاجة اللي نازلة جديدة وتعملي. حاولي تظبطي المقاس، لو انت رفيعة خليه واسع شوية، ويعني بحيث ان هو لو ما طلعش مثلا تعرفي ان انت تبنسي، لكن ما تعمليش مقاسك بالظبط. لو انت مثلا رفيعة، لو انت مليانة تمام اعملي مقاسك، حتى لو جاتلك زبونة اقل من المقاس انت هتعرفي ان انت تظبطيه وتظبطي المقاس وتعملي عليه. خدي بالك من النقط دي، وان شاء الله ابدأي واستعيني بالله، وان شاء الله ربنا هيكرمك وبإذن الله خير. كده خلاص، يعني هقولك انا بدأت بايه، وان شاء الله الفترة اللي جاية دي هتشوفوا معايا القصات والحاجات اللي انا هعملها وهبدأ ان انا اعرضها. انا جبت قماش اسدالات، جبت قماش كوريشة للاسدال. جبت القماش الليجن اللي هو قدامكم ده عشان اعمل منه بناطيل ليجن. جبت قماش تاني يعني قماش كده ينفع بلوزات، في كريب، في كتان، كذا قماشة كده للكتان والكريب، القماشات اللي انا جبتها. جبت قماش هينفع ادناءات لان انا محتاجة ادناء للخروج، فهعمل ادناء للخروج و... وهكبر طبعا المقاس وهظبطه. والله ان اتباع يبقى خير وبركة، هجيب قماش تاني وهعمل ادناء ليا ما اتباعش. اكون انتي جربتي وخدتي التجربة وفي نفس الوقت ما خسرتيش حاجة. كده كده انتي عملتي احتياجاتك، عملتي الحاجة اللي انتي محتاجاها واسرتك محتاجاها. عندنا بقى طبعا كلنا اكيد عندنا المعارف اللي هي الدرجة القريبة، الدرجة الاولى. عندك مامتك، عندك اختك، عندك بنت عمك، عندك جارتك، عندك صاحبتك. اكيد يعني في حاجات هتعمليها وانت بتشتغلي تراعي الحتة دي، ان انت تعملي طلب معارف بتاعتك. يعني المعارف بتاعتك بيلبسوا بلوزة مثلا وجيبة، اعملي بلوزة وجيبة. معارفك بتعمل مثلا جيب بنطلون وعليه حاجة واسعة، وانت بتبدأي حاولي تاخدي بالك من نقطة ان انت تبدأي بحاجة يعني ما يكونش فيها معصية، او اللي هيلبسها ما تكونش هتجيبلك ذنوب او حاجة. خدي بالك برضو من النقطة دي علشان ما تعمليش حاجة تشيلي عليها ذنب. ما تبدأيش غلط، ابدأي كده صح، ابدأي حاجة في طاعة ربنا. استعيني بالله. انا معاكم بادئه خطوه بخطوه، لسه ما وصلتش للي انا عايزاه، ما وصلتش للي انا بحلم بيه. لكن انا والله يعني ماشيه معاكم خطوه بخطوه، وان شاء الله هيجي اليوم اللي اقول لكم فيه انا عملت، انا وصلت الحمد لله. ابدأوا معايا، وكلنا بنبدأ صغيرين، مفيش حد بيتولد كبير، مفيش حد بيتولد عنده كل اللي هو عايزه. لازم نتعب علشان نوصل للي احنا عايزينه. انا عن نفسي بدأت، وان شاء الله انت كمان ابدأي. ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هنزل لكم كل الحاجات اللي انا هعملها، سواء عاملاها ليا او لاختي او لمامتي او لبنتي. انا بادئه باقرب، بادئه بالناس القريبه ليا، مش بادئه بناس بعيده. بدات عم بعمل الحاجه وبعرضها. ان طلعت واتباعت ببدا ان انا اكررها تاني.
بتبداي يجيلك بقى ممكن حد خايف يبدأ معاكي، حد خايف من شغلك، خايف يجيب قماش. طبعا احنا عارفين ان القماش بقى غالي جدا. فلما بتشوف شغلك على حد حتى لو مش هتعمل نفس القصة، بتبدأ ان هي تتشجع ان هي تجيب لك قماش او تيجي تطلب منك الحاجة. فاللي بتقول مفيش شغل، لا هاتي انت، ابدأي انت دوري على الشغل، ابدأي انت اعملي شغل ليكي وللناس اللي حواليكي، ما تيأسيش، ابدأي وتشجعي، وان شاء الله هيجيلك شغل، ان شاء الله هيجيلك شغل وهيبقى. بس انت اهم نقطة في الحتة دي اللي انا بعملها مع نفسي، مش بقولك عليها وانا مش بعملها، لان انا بتيجي عليا اوقات بيكون مخنوقه من الشغل مش عايزه اشتغل، فببدا بصراحه ان انا ابوظ او اعك في الشغل. تمام، لا اعملي احسن حاجه تقدري عليها، يعني احسن حاجه عندك امسكي الحته، لو القطعه هتقعد معاكي حتى يوم ما تستعجليش، ابدأي كده تأني في الحته. طلعي الجيوب مظبوطه، طلعي سوسته مظبوطه، اكوي، اهم حاجه المكوى، كل مرحله تعمليها كويها. انا هعمل كده معاكم. مش بقولك حاجه بعيد عليا، لا انا لسه ببدأ ولسه الحمد لله. انا بعرف اخيط وواصله ان انا بعرف اخيط، بس لسه ما عملتش، والحمد لله عندي زبون الى حد كبير كويس، لكن انا لسه ما وصلتش لان انا يبقى عندي الزبون اللي هو زي ما انا عايزه، زي ما انا ما بتمنى. انا عايزه اوصل لمرحله اللي هو عندك عندي حاجه معروضه، حاجه جاهزه، الزبون يجي ياخدها على طول، يجي يلاقي الحاجه جاهزه يقيس ويمشي. الفكره دي بصراحه نفسي اوصل لها، ادعولي ان انا اوصل وانتوا كمان توصلوا. انا ماشيه معاكم اهو خطوه خطوه من الاول، بادئه ببنطلون وباتنين، مش بادئه بحاجه كبيره، مش بادئه بحاجه كتيره. بقول لكم انا ببدأ ازاي، مش بدأت ووصلت. ان شاء الله هنوصل مع بعض. اهم حاجه استعيني بالله، وانا بدأت معاكم اهو. حاولوا تكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا استمر معاكم، لان بصراحه لما ما بلاقيش تفاعل على القناه انا ببدأ ان انا احبط. بيجيلي احباط ومش بصور فيديوهات. لكن شجعوني، اكتبوا لي تعليقات حلوه تشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات نشجع بيها بعض دايما. نشجع بيها بعض في ازاي نمشي خطوه خطوه مع بعض، ازاي انا اوصل واتشجع بيكم، بتشجع من كومنتاتكم الحلوه. وانتوا كمان تجيلكم فيديوهات مجرد فكرة، مجرد حاجة بسيطة تشجعك. ان شاء الله ربنا يعيننا ويحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. ان شاء الله انا بدأت وانت كمان يلا ابدأي، استعيني بالله. لو معاكي حتى 200 جنيه انزلي هاتي طقم واحد وفصليه واعمليه واعرضيه، اتباع اتباع، ما تباعش، تكوني عملت طقم ليكي حلو شيك، طقم ان شاء الله على العيد تعيدي فيه، او على رمضان تلبسيه على رمضان. ابدأي وان شاء الله خير، ربنا ييسر لنا الخير جميعا. كل اللي ناوية تبدأ معايا وتتشجع معايا تكتب لي في الكومنتات ان هي معايا ان شاء الله. هنبدأ مع بعض. اي حاجة هتقابلك مشاكل ابعتيلي، هرد عليكم، هرد على كل كومنتاتكم بإذن الله. هقولك انا بعمل ايه فعلا. في مشاكل بتقابلنا، في مشاكل بتقابلنا، مفيش حاجة سهلة، في مشاكل هتقابلنا، لكن ان شاء الله احنا مع بعض هنبدأ نشجع بعض. حتى لو مشكلة قابليتك، حاجة ضايقتك، في حاجات بتضايقنا، مفيش حاجة سهلة. هنبدأ اقولك طيب اعملي كذا، طب سيبي دي، طب اعملي دي، وانا برضو هاخد رأيكم في حاجات. عايزين كلنا ناخد بإيد بعض كده للشغل، كلنا نشجع بعض. مفيش حد يعني ما نبخلش على بعض بحاجة. انا مش هبخل عليكي بأي حاجة، وانت ما تبخليش عليا مثلا بكومنت حلو، ما تبخليش عليا بلايك، ما تبخليش عليا في ان انت تشجعيني بحاجة ولو بسيطة. انت بالنسبة لك هي مش هتتعبك في حاجة، لكن هي حاجة هتدعمني وفي نفس الوقت بتشجعني. اكتبوا لي كومنت حلو وشاركوا الفيديو مع اصحابكم في الجروبات اللي انتوا فيها، بحيث ان انتوا تساعدوني ان القناة بتاعتي تتفعل، ان الفيديو ينتشر. انا هساعدكم بان احنا نشجع بعض، بان احنا نقول لبعض قصات جديدة وقصات مميزة، وانتي هتشجعيني بان انتي تساعديني في ان القناة بتاعتي تنتشر.
ده حلم من ضمن او هدف من ضمن الاهداف بتاعتي، فساعدوني ان انا اوصل له ان شاء الله. اتمنى تكون شجعتكم ولو بحاجة بسيطة، اتمنى تكون اديتك فكرة ولو بسيطة، فكرة ازاي تبدأي، فكرة ازاي تيجي تعملي زبون، فكرة ازاي تظهري للزبون بتاعك. ابدأي واستعيني بالله وانا معاكم خطوة بخطوة. شجعوني واستمروا معايا وان شاء الله هتوصلي، وانا هوصل للي انا بحلم بيه، وانت كمان هتوصلي للي انت بتحلمي بيه. الفيديو الجاي ان شاء الله هقولك ازاي تقدري شغلك، ازاي تعرضي شغلك، ازاي تعملي ان انت تتعاملي مع الزبون، لو الحتة طلع فيها مشكلة تتعاملي ازاي. كل المشاكل اللي بتقابلنا كبداية خياطات هقولك عليها. الحمد لله انا في المجال بقالي 7 سنين، يعني فترة مش قليلة. بدأت الحمد لله، لكن لسه ما انا كده خلاص عايزة بقولك ان انا خلاص بعرف اخيط، لكن انا عايزة اطور من نفسي، عايزة اوصل لحاجات اعلى من كده، مش مجرد ان انا بعرف اخيط. ادعولي اوصل لحلمي، وانت كمان كل واحدة فيكم توصل لحلمها اللي هي بتحلم بيه. ربنا يحقق لنا كل احلامنا ويحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا كتير، احنا في ايام مفترجة. ربنا يحقق لنا كلنا جميعا اللي احنا بنتمناه. ان شاء الله هصور لكم الفترة اللي جاية كل الحاجات وكل استعداداتي وكل ترتيبات اللبس العيد. هصور لكم فساتين قرقورة أروى بنتي اللي أنا بعملها، اللي أنا عملتها الحمد لله كذا، زي ما قلت لك كذا فستان منهم طلع، وهبدأ إن أنا أعيد لها الفساتين تاني وأكررها. بكرر قصات مختلفة هعملها معاكم، بس لو لقيت تفاعل على الفيديو كويس هعمل كل القصات معاكم. البنطلون الليجن اعملي بلوزات، بناطيل ليجن اعملي سدالات. اتشجعي يلا وابدأي، وان شاء الله هتوصلي بإذن الله هتوصلي. خلاص كده إيه ان شاء الله انا كده خلاص الفيديو بتاعي خلص. اتمنى تكونوا اتشجعتوا، اتمنى تكوني خدتي القرار ان انت خلاص هتبدأي. ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك وتكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ان انا استمر وانزل لكم فيديوهات باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.